قال لي انت عليكي جن عاشق ولازم تقلعي في الفيديو علشان اعالجك. دي القصة بالظبط اللي اتحكت لي من احد المتابعين عندي على تطبيق تيك توك. دخلت لي بتعيط علشان في شخص ادعى ان هو شيخ، قال لها ان هو شيخ وان هو هيقدر يعالجها. البنت دي من احد المحافظات في الصعيد، طبعا حفاظا على خصوصيتها هي قالت ان انا مذكورش هي منين ولا اسمها. المهم بطلة القصة بتاعتنا النهاردة باختصار شديد جدا، هي كانت بتعاني من بعض الازمات النفسية، فكانت قاعدة على تطبيق تيك توك زي اي حد بيسكرول، والبنت طبعا في سن المراهقة، يعني حوالي 20 سنة، فممكن ما تكونش مدركة للافعال اللي هي بتعملها. طيب تفاصيل القصة ايه؟ القصة وما فيها ان الشخص ده كان عامل صفحة على تيك توك بيدعي ان هو بيقدر يعالج من السحر ومن الجن، فالبنت شكت او توهمت ان عندها مشكلة من هذا القبيل، فالبنت راحت داخلة للشخص ده واتعرفت عليه وقعدوا يتكلموا مع بعض يوميا لحد ما حست ان هي قريبة منه، وبدأوا يتكلموا مع بعض وبدأ يدخل معاها في تفاصيل كتير في حياتها ويحل لها مشاكلها ويبقى بالنسبة لها هو كل حاجة. بعد كده قال لها انا بخبرتي اقدر، او انا اكتشفت ان انت عليكي جن عاشق، وعشان اقدر اساعدك لازم تكلميني فيديو كول. المكالمه الاولى عاديه، المكالمه الثانيه عاديه، المكالمه الثالثه عاديه. بعد كده قال لها انت لازم تقلعي هدومك خالص ونتكلم فيديو كول علشان اعرف اعالجك من القصه دي. بالفعل البنت استجابت ليه، لان هي طبعا هبله مش مدركه ايه اللي بتعمله، وراحت اتكلمت مع الراجل فيديو كول وهي عريانه. وبعد كده الراجل راح عمل تسجيل شاشة وسجل الشاشة، وبعد كده بعت لها الفيديوهات تاني يوم وبدأ يهددها إنها لازم ترضخ لطلباته. طيب إيه هي يا ترى طلباته؟ هو ليه طلبين. الطلب الأول إن هي تبعت له فلوس. طبعا لما لقى إن الطلب ده مستحيل، خصوصا إن هي لسه يا دوب مخلصة دبلوم ولا حاجة، فهي ما معهاش أي حاجة، فطبعا قال لها طيب ماشي. الطلب التاني إن أنت هتعملي فيديوهات تقولي فيها ان فلان ده عالجني علشان يقدر يستقطب بيها اكبر كم من البنات، علشان تكون هي زي اللي بتعمل له ترويج مثلا ان هو شيخ جامد اخر حاجه وعالجها. وطبعا الشيوخ كلهم براء من هذا الشخص الملعون الدجال. ولكن في الاخر البنت ما رضختش للكلام ده كله، وبعد كده راحت عملت فيه محضر وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه. طيب الدرس المستفاد من القصه دي يا جماعه، نخلي بالنا من عيالنا، نشوف هما بيشوفوا ايه سواء كانوا كبار سواء كانوا صغيرين، ونفهم هما بيعانوا من ايه. ويا ريت يا جماعه نقعد مع اولادنا ونفهم متطلباتهم وهم عايزين ايه. لو حابين نتكلم في اي موضوعات او سلسله موضوعات حوالين القضايا اللي احنا بنشوفها، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو عندكم اي استفسار او اقتراح يا ريت تكتبوه لي. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.